شربتي قهوتك؟ تعالي رسيكي. ليه ماما سو نيرفز؟ اقول لك انا مامي ليه سو نيرفز. مامي كانت ست طبيعيه جدا لحد ما حضرتك نورتي. يمكن عشان من ساعه ما حضرتك نورتي هي ما نامتش، بتاكل بس عشان ترضع حضرتك. ما بقتش بتخرج الا لما حد بيعطف عليها ويجي يقعد معاكي. بتحب المزيكا وما بقتش تسمع الا زنكوا ورغيكوا وهي ست. تاخد شاور من غير ما حد يخبط عليها. تاخده على 3 4 مراحل. شباب في ايه؟ بقول اسكتوا ثواني. طموحاتها تقعد 10 دقايق في اوضتها مع نفسها من غير ماما. تنجحي تفرح وتخاف تحسدي، تحبي تفرح وتخاف تنجرحي. حاجة لنفسها إلا لما تتأكد إن كلكوا حاجاتكوا جاتلكوا. ما بتتخانق أقصى طموحاتها تقف في المطبخ تعيط من غير ما حد ياخد باله. تنظم كل حاجة إلا وقتها، فطول الوقت دماغها حاضرة وبتحوط عليكوا. على بشرة ماما وعلى شعر ماما وعلى جسم ماما ورشاقة ماما اللي باظت متعصبة عشان مش بتنام. طموحاتها وأحلامها بقت انتوا اللي بيساعدها. انتوا سعداء كده. قولي لها ماما ايه اللي وجعك، جربي تحسي بيها بس. اتفرجي عليها بيفور اند افتر تفهمي. لما تكبري تبقي بنوتة حلوة وعروسة حلوة وتخلفي. اتمنى تبعتيلي ساعتها وتقوليلي مامي ليه كانت متعصبة. بس